السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض البوريك التركي اللذيذ. يلا نشوف مع بعض. ادي معايا لف جلاش، ويلا نشوف مع بعض هنعمل ازاي الحشو. ادي معايا معلقه كبيره من السمنه، هسيبها تسيح وبعدين انزل عليها ببصلايه كبيره، يا اما مبشوره يا اما مطحونه زي ما تحبي. وادي نزلت عليها ببصله كبيره متقطعه اهي. تمام كده. طبعا نسيبها لحد ما تتشوح معايا كويس قوي في السمنه. وادي البصله وهي بتتشوح معايا هنزل عليها بربع معلقه من البهارات بتاعتي واقلبها كويس واسيبها تاخد تشويحه صغيره. وادي اهي وهي بتتشوح معايا البصله نزلت باللحمه بتاعتي. يلا بينا نقلبها كويس قوي مع البصله. وادي اللحمه بتاعتي معايا على النار اهي، هسيبها قد 10 دقايق على النار وافضل اقلب فيها لحد ما تغير لون. ده نص كيلو من اللحمه المفرومه. هننزل عليها بنص معلقه من الملح الصغير وربع معلقه من الفلفل الاسود، ونقلب المكونات بتاعتنا كويس قوي ونسيبها على النار. شايفين الصوص اللي بينزل ده؟ دي الدهون اللي فيها بتنزل منها اهي. هسيبها لحد ما تتشرب معايا. وادي اللحمه معايا استوت اهي. طالما كده اللي هو كل حاجه شربت فيها اهي بالشكل ده. وطبعا لو حابه ان انت تزودي ملح دوقيها، لو حابه تزودي الملح زودي، مفيش مشاكل خالص. ودلوقتي بقى يلا بينا نرفعها من على النار. ودلوقتي بقى هنعمل الخلطه اللي احنا هنورق بيها البوريك بتاعنا. دول بيضتين عليهم رشه من الفلفل الاسود، هنزل عليهم بكوبايه من اللبن بدرجه حراره المطبخ، يعني اللي هي ولا ساقعه ولا دافيه، ميه عاديه. وممكن نستخدم اي نوع لبن عادي، مفيش مشاكل خالص. وبعدين هنزل بنص كوبايه من السمنه او زبده عادي مفيش مشاكل. وبعدين هنزل عليها بمعلقه من الدقيق. وبعدين هنزل بربع معلقه صغيره خالص من البيكنج باودر، واقلب بقى المكونات بتاعتي كويس قوي في بعضها كده بمضرب او بالمعلقه عادي خالص. وكمان حطيت عليه رشه من الملح. معايا الخلطه بتاعتي جاهزه والحشوه بتاعتي كمان جاهزه. هبدا اجيب واحده بس من الجلاش بتاعي وابدا من الخلطه معلقه كده، وابدا انزلها بالشكل ده على الورقه بتاعتي، وبالفرشه بتاعتي ادهن الورقه بتاعتي اللي هو هتتسلي خالص وانتي بتعملي البوريك، وتعملي الورقه اللي بعدها نفس النظام. يلا بينا. وادي اهو نزلت بالورقه التانية ونفس النظام، هنزل برضو بمعلقه اوزعها كده وبعدين نوزعها بالفرشه بتاعتنا بالشكل ده. هنعمل 4 ورقات فوق بعض وبعدين نعمل الحشوه بتاعتنا. يعني كل صباع كبير هنعمله هو عباره عن 4 ورقات، وممكن تزودي لو انت عايزه، بس هو افضل حاجه بيبقى 4 ورقات. وادي بعد ما خلصت ال4 ورقات بتوعي حطيت اللحمه بالشكل ده على الطرف بعده بشويه، ونبدا بقى ان احنا نرولها للاخر. وادي اهو بعد ما عملت الرول بتاعي للاخر، طبعا نكون مجهزين الصينيه بتاعتنا ودهنينها سمنه كويس او زيت، وبعدين نبدا نحطها في الصينيه بتاعتنا. يلا بينا. وادي الصينيه بتاعتي بدات احط فيها، ويلا بينا نعمل باقي الكميه بتاعتي. اهو بعد ما خلصنا دول 400 جرام من الجلاش اخدوا يعني نص اللحمه المفرومه اللي احنا استخدمناها، يعني تقريبا ربع كيلو من اللحمه المفرومه. طبعا هيتفضل معانا جزء من الخليط بتاعنا اللي احنا بنورق بيه، هندهن بيه الوش كويس قوي ونحطه على الوش. ويلا بينا ندهن الوش كويس جدا. وادي اهو بعد ما حطيت الصوص بتاعي او الخليط اللي احنا عملناه، حطيت الباقي كله عليه وبعدين قطعناه بالشكل ده. شايفين عملت معايا 15 حته، يعني بنقطعها بشكل منتظم بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هنغطيه ونسيبه يتشرب ويشرب الصوص بتاعه ويبقى 100 لمده نص ساعه، وبعدين نسخن الفرن وبعدين ندخله على فرن سخن، نشغل من تحت ياخد وش من تحت وبعدين نقفل من تحت ونشغل على فوق، وطبعا هنحطه على الشبكة. يلا بينا.
وادي اهو معايا بعد ما طلعت البوريك من الفرن، شايفين شكله عامل ازاي؟ حاجة يعني ما شاء الله عليه، حاجة تفتح النفس. هسيبه على جنب كده واغطيه لمدة كده ربع ساعة ولا حاجة، وبعدين ناكله بألف هنا. وادي البوريك بعد ما هو خلاص هنقدمه، شايفين شكله بقى عامل ازاي؟ طبعا لازم نغطيه بعد ما يطلع، شايفين حاجة يعني ما شاء الله تفتح النفس، شايفين؟ اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.